السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ترتيب الدوري الاسباني، ترتيب الليجا الاسبانية بعد مباراة ريال مدريد النهاردة امام لاس بالماس. طبعا ريال مدريد تفوق على لاس بالماس بنتيجة 2-0 طبعا في المباراة اللي اتلعبت على ملعب السانتياغو برنابيو بتاع ريال مدريد بهدف من خوسيلو وهدف من ابراهيم دياز. وحاليا رغم ان ريال مدريد تفوق في المباراة الا ان جيرونا ده ايضا حتى الان كسبت مباراة فيا ريال وعملت ريمونتادا قوية، كسبت 6 مباريات حتى الان، مقدمة اداء اكتر من رائع. فحاليا في الصدارة ليس ريال مدريد وليست برشلونة، المتصدر هو جيرونا في الترتيب الاول ب 19 نقطة في 7 مباريات. فجيرونا مقدمة اداء اكتر من رائع، رغم ان هي كانت طبعا مغلوبة في الشوط الاولاني، ولكن هي عملت ريمونتادا عن طريق إيريك جراسيا مدافع برشلونة المعار لفريق جيرونا، هو اللي احرز الهدف الثاني وعمل ريمونتادا على فريق فياريال. فحاليا جيرونا في الصدارة ب 19 نقطة، وريال مدريد وصيف للليجا ب 18 نقطة، وطبعا برشلونة في الثالث في الترتيب الثالث ب 17 نقطة، واتليتيكو بلباو ب 16 نقطة، واتليتيكو مدريد ب 10 نقاط، وعندك فالنسيا ايضا ب 10 نقاط. دي ترتيب اول 6 فرق في الليجا الاسبانيه، دول اهم حاجه يهمونا. طبعا حاليا مباراه ريال مدريد وجيرونا اللي هم اصلا يعني اول وتاني فريق الوصيف وطبعا المتصدر على الدوري هيلعبوا المباراه القادمه. مباراه ريال مدريد هتتلعب المره القادمه على صداره الترتيب، ريال مدريد وجيرونا. اما برشلونه هتلعب مع اشبيليه بكره، فريال مدريد معاه مباراه مهمه قادمه، وطبعا برشلونه معاه برضو مباراه مهمه قادمه مع اشبيليه اللي حتى الان طبعا متفوق بسبب وجود المدافع الكبير راموس معاه. كانوا يعني عمالين يفوزوا في المباريات اللي بيلعبوها حتى الان، وهم حتى الان في الترتيب في الترتيب العاشر. فمباراتين قادمتين لريال مدريد وبرشلونة اقوى من بعض. سلام.